اكتر مهاجم اتظلم في تاريخ الكره المصريه عبد الحليم علي، عندليب الكره المصريه. يحبوه كل الزملكاويه وكل الاهلاويه برضه. عبد الحليم علي من افضل المهاجمين لانه كان بيعرف يستلم تحت ضغط، كان بيعرف يلعب بدماغه، كان بيعرف يسدد من بعيد. ما حدش يقدر ينسى هدفه الجميل اللي جابه في عصام الحضري لوب لما الزمالك كسب الاهلي 3-1. عبد الحليم علي اتظلم لانه لعب في فتره كان فيها مهاجمين كبار، ولعب جنبه منه في الزمالك حسام حسن، وما ادراك ما حسام حسن. عبد الحليم علي برضه حظه سيء مع المنتخب لانه ما حدش بيفتكر له غير اللقطه اللي كانت في نهائي افريقيا 2006 لما ضيع ضربه الترجيح قدام كوت ديفوار في النهائي. عبد الحليم علي انا شايفه من افضل المهاجمين اللي جت في تاريخ الكره. الفيديو شغال، انا بعرض لك جزء من اهداف عبد الحليم علي. ركز في طريقه الفينش، في جمال الفينش، في طريقه احرازه للاهداف. عبد الحليم علي كان عنده ملكه غريبه في انه يطلع الهدف بدقه واتقان بشكل جميل جدا ممتع للعين. عشان كده كل الناس كانت بتحب عبد الحليم علي، لكن سوء حظه ان هو جه في الفتره دي.